اشتهيت اعمل حاجة بالتوت الطايف اللي عندي عشان لا يخرب. طبعا تقدروا تسووا ده شيء باي نوع توت تبغوا. فحاعمل جلات او اللي هي تجيكم زي الباف بيستري كده، ونحط جواتها الفاكهة ونطبقها من الاجناب كأنها تارت سريعة بالباف بيستري. هنا حطيت التوت الطايفي او اي نوع توت تبغوه. حطيت هنا شوية خوخ قطعته. حاحط رشة مرة صغيرة قرفة، شوية ليمون زست أو بشر ليمون. إحنا إيش نسوي؟ نبشر الليمون ونحط معه شوية سكر ونحطه في الفريزر، وقت ما نبغى نطلعه كده يعني نحفظه لما نكون نبغى كمية. ما يحتاج لا سكر. إذا تبغوا أنتوا تكون حلوة حطوا لها سكر. أنا حاط عليها شوية فانيلا، أي نوع فانيلا أنتوا تبغوها. أنا عندي، بس لا تستخدموا الباودر البيضة. عندي هذا جبتها زمان من الدانوب زي كده، كأنه أعواد الفانيلا مجففة ومحطوطة في طحان الجرايندر، هذه زي حقت عرفتوا الملاحة. وحأطحن شوية هنا وبس. خلاص هذه هي الخلطة حقتي. حقلبها شوية. تقدروا تهرسوها، يعني لو تبغوا تقدروا تعصروا عليها الليمون. أنا بس حهرسها شوية، وبعد كده هي هذه حتكون الحشوة حقتي. بس حفرد الباف بيستري نقطة مرة صغيرة، ولو عندكم باف بيستري اتكسرت من النص عادي ترى تقدروا تلصقوها في بعض، تثبتوها مع بعض. وبعد كده حخرمها بالشوك عشان ما ابغاها تنفش مرة كتير، فحسوي تخريمات متفرقة. هحتاج رشة دقيق وانا بفردها، حاجة مرة بسيطة. حاجة تانية كمان نسيت اقول لكم عليها، هنا ححط برضو رشة مرة صغيرة دقيق او نشا، عشان لو في رطوبة زيادة ما تطلع، يعني ما تكبكب مرة كتير. زي ما قلت لكم تقدروا تحطوا سكر لو تبغوا، يفضل سكر بني او سكر جوز الهند. خليني اوريكم ايش بسوي هنا عشان يصير النقل اسهل. حطيتها ودحين بس بأتني زي كده. تقدروا عشان تسهلوا على نفسكم تسووها مدورة، تقصوها مدور، وبس تحاولوا انه انتوا ايش تطبقوها زي كده. شايفين؟ مرة سهلة، مرة حلا سهل. عشان تصير يعني دحين حرجع اظبطها بس عشان اوريكم الفكرة، عشان تصير زي كأنها كب تحمل الفاكهة اللي جوا. تدهنوها يا بشوية اقواش اللي هو بيض او بحليب. انا ابغى انا بحليب صراحة، ما بفتح بيضة لان الكمية عندي مرة قليلة. حدها الاطراف وبس. ذاتس ات. حسوي الباقيين وحدخلها الفرن واوريكم شكلها ان شاء الله لما تخلص. ممكن اذا تبغوا تشكلوها اول وبعدين تحشوها، either this or that، الاثنين يأدوا الغرض. شوفوا خلاص طلعتها من الفرن. استوت ربع ساعة بالضبط، والحرارة كانت 200، ورشيت عليها سكر بودرة. ذاتس ات. مرة سهلة.